لو عندك إحساس دائم بعدم الاستقرار وعدم الأمان في حياتك ودايما خايف بشكل مبالغ فيه من المستقبل، لو عندك آلام أسفل الظهر والركبتين مش عايزة تروح وانت مش عارف سببها، علاقتك بباباك دايما فيها خلل مهما حاولت ان انت تصلحه ما بيتصلحش، كل دي علامات بتدل على وجود انسداد طاقي في شاكرا الجذر. شاكرا الجذر او الروت شاكرا هي شاكرا موجودة اسفل العمود الفقري، ودي مسؤولة عن احساسك بالامان والاستقرار، ومسؤولة عن انتمائك للعالم اللي انت العالم الخارجي او البيئة المحيطة بيك، مسؤولة عن علاقتك بباباك لان باباك هنا بيمثل لك مصدر الدعم المادي الاول في حياتك والمعنوي كمان. فهنا في علاقة وطيدة ما بين شاكرا الجذر وما بين علاقتك بباباك. فانت لو عندك خلل في شاكرا الجذر هتعاني من ايه؟ من عدم استقرار، من قلق، من خوف دائم بشكل مبالغ فيه في المستقبل. علاقتك بباباك هتكون فيها خلل وغير متوازنه، يعني اما بيتحكم فيك زياده، اما انت بتخاف منه بشكل زياده، او حتى هو مختفي من حياتك تماما. يعني غياب وجود الاب بيدل برضو على وجود خلل في شاكرا الجذر عندك. تمام؟ فلو انا بعاني من الاعراض دي هيبقى انا عندي خلل في شاكرا الجذر. هتلاقي الشخص اللي عنده خلل ده برضو بيعاني من الجشع، من الطمع، نظرته للامور بتكون نظره ماديه بحت، يعني ما عندوش توازن ما بين العالم المادي والروحاني، لا هو بيحكم على كل شيء من النظره الماديه البحت. لو انت الشاكرا دي عندك متوازنه فانت هيكون عندك ثبات واستقلال وعندك امان واحساس بالامان، مش هيكون عندك خوف من المستقبل، هتكون دايما مطمن، هتكون علاقتك بباباك متوازنه. انا دلوقتي عرفت مثلا ان انا عندي خلل في شاكرا الجذر، ازاي اقدر ان انا اعالج الخلل ده من خلال نفسي من غير ما الجا مثلا لمعالج طاقي ان هو يشحن لي او يفعل لي الشاكرات بتاعتي؟ اول حاجه تعملها، وده شيء اساسي لازم تعمله كل اسبوع على الاقل 3 مرات، ان انت تتصل بالطبيعه. تتصل بالطبيعه ودايما تكون واقف حافي في الطبيعه. ليه؟ لان عندنا في القدمين في شاكرا مهمه جدا اسمها شاكرا القدمين. الشاكرا دي بتقوم تسحب اي طاقه سلبيه موجوده في جسمك بتفرغها في الارض. فاتصالك بالطبيعه هو بيسحب الشحنات السلبيه اللي موجوده في جسمك ويفرغها في الارض. تاني حاجه بقى ان انت تعملها، ممكن تستخدم الاحجار الكريمه، تفيدك جدا ان انت تفعل مثلا الشاكرات بتاعتك زي شاكرا الجذر. فنلاقي عندنا مثلا حجر كريم اللي هو حجر العقيق الاحمر، من اقوى الاحجار اللي بتاثر على شاكرا الجذر. الحجر ده بيديك احساس داخلي قوي جدا بالامان والثبات، وبيشحنك بطاقه ارضيه قويه جدا جدا هتفيدك في تفعيل الشاكرا دي. ممكن كمان ان انت تستخدم او ترتدي اللون الاحمر او تستخدمه في البيئه المحيطه بيك، ده هيفيدك جدا ويفعلك برضو الشاكرة دي. ان انت تبص على اللون الاحمر، هي الشاكرا الجذر لونها بيكون احمر، فان انت تبص على اللون الاحمر ده هيفيدك. وهنا بقى اقول لكم التفسير بتاعه عشان الناس بس بيختلط عليها الامر، يعني ايه هو عشان هي لونها احمر فانا هبص على الاحمر فهتفيدني وتفعلها؟ لا، كل لون من الالوان هو ليه تردد، ليه ذبذبه معينه. فطاقه اللون الاحمر بتكون طاقه منخفضه، ولكن يعني ترددها منخفض، ولكن طاقة اللون الأحمر نفسها عالية جدا. فاللون الأحمر تردده بيكون منخفض وطاقته بتكون عالية جدا. ده بقى بيأثر على إيه؟ بيأثر على الجزء السفلي من جسمك، وبالذات بقى الجزء السفلي ده فيه إيه؟ فيه شاكرا الجذر، عشان كده هو ليه تأثير مباشر على شاكرا الجذر. فالحاجات اللي أنا قلتها لك دي لو أنت استمريت عليها وعملتها هتلاقي إن أنت شاكرا الجذر عندك اتحسنت، فتبدأ تحس بأمان، تحس باستقرار، علاقتك بباباك تبقى افضل، وضعك نفسه هيبقى افضل، وضعك بالحياه هيبقى افضل، لان دي شاكره ماديه زي ما قلت لكم قبل كده، من الشاكرات الذكوريه اللي مسؤوله عن العالم المادي.